السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة حلويات مريم. اليوم راح نديرو تشارك مسكر على الطريقة التقليدية يدوب في الفم. لا تنسوا الاشتراك في القناة وجا من الفيديو اللي عجبكم وتفضلوا نشوفوا المقادير. اولا راح نبدا بالحشو. راح نديرو هو الاول باش يرتاح. هنا عندي 3 كيلات من اللوز ولا كاوكاو يكون مطحون رقيق بزاف. هذه وصفة يعني واحدة اخرى. عندي هنايا تاني كيلو سكر وشويه فانيليا. راح نخلط اولا المكونات الجافه. هنا راك تشوفوا بلي ما درتش القرفه، يعني قلت لكم الحشو هدايا مختلف بصح يجيب بنين بزاف. هنا حنلموه بالبيض. هنا تقريبا عندي حبه ونص بيض، يعني تضربوا نتوما 2 حبات بيض وتبداو يعني توسوا تفرغوا البيض غير بالعقل، وانتم راكم تلموا حتى كي تلم لكم يعني حشو يكون حاكم روحه، ما لازمش يكون جاري. هنايا كما راكم تشوفوا عندي مغرفه كبيره من قشور الليمون، من الاحسن يكون اخضر، ونعجن مليح هنا السكر حتى كي تشوفوه باللي داب يولي ما يبانش في الحشو. من بعد غطوه وخلوه. هنا نوريكم القوام تاعو كيفاش يجي. قلت لكم غطوه وخلوه على جنب. هنا انا كنت مزروبه يعني باش ندير هذا التشراك، لهذا ما درتوش في الكونجيلاتور، عفوا في الثلاجه. عندي كيلو فرينه، 500 غرام من زبده طريه او مارغرين، عندي فانيليا بودره، و3 مغارف كبار من السكر الناعم هو سكر غلاس. هنا راح نبدا نخلط كامل هاد المكونات. قلت لكم هذه هي طريقه تقليديه، وهي صراحه طريقه يعني ناجحه، وهي اللي فيها البنه يعني خير من الوصفات الجدد هادو ما لم يخرجوا بالحليب وبالزيت وكامل صراحه. انا مانيش يعني ضدهم. هذه يعني الوصفه اللي تجي يعني المخيره تاع زمان. هنا نبدا نحك مليح هذيك الزبده ولا المارغرين مليح ما بين يديا كما راكم تشوفوا. هنا ترملت. عندي هنايا مومه زهر، عينكم ميزانكم يعني حتى كي تلم لكم عجينه وتكون طريه. نظيفوا غير بالعقل، ما لازمش كامل يعني تواسوا يدكم هكذا في الماء والماء زهر، خير ما تجيكم جاري يعني وتحصلوا. هنا غير بالعقل وتلموا حتى تحصلوا على هاد العجينه تكون طريه كما راكم تشوفوا مانيابل. نوريكم عن قرب هكذا. هنا راح نغطيها ونخليها ترتاح يا ربي غير 15 دقيقه برك. من بعد شكلت انا كريات كما راكم تشوفوا. انا نوزن صراحه انا هدرت هنا 25 غرام الوحده، و6 غرامات بالنسبه للحشو كما راكم تشوفوا. انا كملت الكميه تاعي في الحق، خليت لكم غير هادو باش نوري لكم. راكم على بالكم ما كاش الوقت يعني في رمضان هكذايا، ما كاش الوقت. ديجا خدمت انا كامل الكميه الله يبارك، دارت لي 63 حبه انا كي وزنتها، وانتم عندكم ميزانكم. انا نبدا نخدم بهذه الطريقه يعني سهله جدا وما تفسدلكمش بزاف العجينه، يعني اقتصاديه هذه الطريقه كما راكم تشوفوا. نبدا نرقق الطرف ونخلي في الوسطاني هذاك شويه خشن. دوك نوري لكم تاني عن قرب هكذا بهذه الطريقه. من بعد نبداو نشكلو في التشارك تاعنا هكذايا. هنا قلت لكم راه درت 25 غرام للوحده، يعني درتهم صغار جاو صغار متحوفين هكذا بهذه الطريقه. درتهم انايا طابو على 180 درجه، لازم يقعدوا لكم هكا بيضه، لازم تعسوهم كما راكم تشوفوا هكذا يحمروا شويه من تحت ومن الفوق يقعدوا بيضه، لازم يشفوا لكم برك. راك تشوفوا هذاك الثقوب اللي درت لكم، يعني اعتذر كنت صورت حسبت بلي اني صورت كي درتهم في الاخر بصح انا نسيت. هنا على العموم انا درت لهم ثقوب باش ما نتفخولكمش. هنايا عندي كما راكم تشوفوا هذا شربات اللي حنغطس فيه هذا التشارك. الشربات هدايا فيه كاس سكر وزوج كيسان ماء، تخلوهم يغلوا فوق النار مع عصره قارص لمده 5 دقائق برك، وطفوا عليهم وتخلوهم يبردوا. هدايا باش التشارك تاعكم ما يبس ويجيك يعني يجي يذوب في الفم. هنايا نضغطوا غطسه خفيفه بالخف وتخرجوه وتحطوه مباشره في السكر غلاس اللي كنت غربلته من قبل هكذا. نغلقوا عليهم ونخليهم يتشربوا. انا نبدا نضغط عليه، دوك نجبد انا الحبه الاولى اللي درتها تكون يعني حكمت، ونبداو نضغطوا عليه بهذه الطريقه باش يحكم لكم السكر.
هكذا ونحط على جنب. هذا هو. هنا راح نكمل انايا ندير كامل الكميه، من بعد راح نزيد لها دوزيام كوش. بعد ما نكمل كامل الكميه تاعي نعاود نرجع للاولين من تحت كامل اللي خدمناهم، ونعاودو نرجعوهم تانيك في السكر. وانا غربلت تانيك شويه سكر من الفوق باش تجي هكذا يا شباب. هنايا راح نوري لكم الحبه كيفاش جات من الداخل، خاصه بالحشو هذاك اللي فيه القارص. فرانشمون جا ما شاء الله، جاي يدوب في الفم، والبنه يعني تانيك حاجه اخرى. هاوليك، نتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه وتعجبكم. نقول لكم الى ملتقى ان شاء الله، والسلام عليكم.